الجزائر في ذكرى 50 الاستقلال. ليلى بن فرحت. لا زال مطار هواري بومدين الدولي شاهدا على تتويج أبناء الجزائر، فبعد عدة أسماء جاء البارحة دور توفيق مخلوفي الذي استقبل استقبال الأبطال. بالنسبة للتتويج هذا تتويج لكل الشعب الجزائري يعني وكل الشعب العربي المسلم، سنه بمناسبة يعني هذا الشهر المبارك والعيد إن شاء الله نهديه لكل الشعب الجزائري. يحق للشباب الجزائري باش يفتخر ويثيق في قدراته ويثيق يعني في قدرات الشعب الجزائري. مخلوفي اليوم اصبح رمز واصبح نموذج للشباب الجزائري يقتدى به سواء في الالعاب القوى او في رياضات اخرى، وبالتالي يحق لنا ان نفتخر ويعني نهني مخلوفي ونهني كل الذين ساعدوه. هي أيضا دموع الفرح التي ذرفها توفيق مخلوفي ولم تجعله ليتكلم، بل كانت معبرة أكثر عما جاب ويجوب بداخله. إنسان لازم يصبر ويعزم على الشيء حتى يحققه إن شاء الله. لكن تلك الدموع تحولت لابتسامة كبيرة رد بها ابن سوق قهراس على شوارع العاصمة التي ضمته وعانقته بكل ما تحمله من حب. الزوجة إن شاء الله، الزوجة للعرب كامل، والحمد لله دات الجزائر وحدة في وسط العرب كامل. هنيئا لمخلوفي وللجزائر بهذه الميدالية وهذا التتويج المستحق.